جدون بقارة الجلاء، كيلو 55 طريق مصر اسكندرية الصحراوي. في البداية معانا دكتور حسين عبد الجواد أحد سكان قرية الجلاء. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا باشا. حضرتك في البداية عاوزين نعرف هل بيتردد إن في أحد رجال الأعمال أقام معهد ديني هنا بقرية الجلاء، فعاوزين نعرف حقيقة الموضوع. حقيقة الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شرفتونا ونورتونا في منطقة الطريق الصحراوي كيلو 54 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي هنا. نورتوا النوبرية ونورتوا العمرية ونورتونا. قرية الجلاء لا يوجد بها معهد ديني أزهري ومفيش حد اتبرع بمعهد ديني أزهري. قرية الجلاء فيها مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية فقط لا غير، لكن حاليا لا يوجد أي مبنى ولا أي نية لوجود معهد ديني أزهري بالقرية. تمام، يعني ما في، تؤكد هذا الكلام ان ما فيش أي حاجة قائمة ولا هتقام حتى، يعني ما فيش حد أعلن ولم يتم البناء حتى لا الآن. لم يتم البناء ولا التبرع حتى الآن. القرية بها مدرسة ابتدائي وبها مدرسة إعدادي فقط لا غير لخدمة أبناء القرية التابعة للعمرية اسكندرية. أنت حضرتك أحد سكان القرية منذ زمن طويل؟ أنا مقيم هنا في المنطقة بقالي 30 سنة. مقيم في المنطقة بقالي 30 سنة. تمام. واعرف كويس ايه اللي موجود في المنطقة يعني. شاكرين جدا يا دكتور. الله يكرمك. ربنا يكرمك.